يا ترى ايه هي الطريقة الأنسب أو الأكثر ملائمة بالنسبة لك عشان تقسم حصص البيع على الفريق بتاعك؟ عمولة على كل عملية بيع، ولا حافز لو حقق التارجت، ولا مكافأة شهرية بناء على التقييم بتاعك؟ هنتعرف مع بعض دلوقتي على كل طريقة منهم وإيه هي مميزاتها وعيوبها. العمولة أو الكوميشن، ودي نسبة من هامش ربح المبيعات، والنسبة دي بتتغير على حسب السلعة المباعة، زي ما هو الحال كده في مجال العقارات والسيارات وسمسارة التأمين، وغالبا النسبة دي بتكون تصاعدية بتزيد مع زيادة المبيعات. الميزة هنا إن فرض البيع بيستمر في الشركة لفترة طويلة عشان يحافظ على قاعدة العملاء اللي قدر إنه يكونها خلال السنين اللي قضاها وهو شغال في الشركة، ومش من السهل عليه إن هو يمشي. ومساوئ البيع بالعمولة ممكن تكون إن فرض البيع ممكن ما يلتزمش بالمنطقة المخصصة ليه، وده عشان يجذب عملاء جديدة ويزود عمولته، أو إنه يحاول إنه ياخد عميل من زميل ليه، وده ممكن يخلق نوع من المنافسة السلبية. أو إن فرض البيع ما يهتمش بالعملاء اللي قوتهم الشرائية ضعيفة أو اللي حجم التعامل معاهم قليل، أو إنه يهتم بس ببيع المنتجات الأعلى سعرا واللي عمولتها كبيرة، أو المنتجات اللي بيعها سهل، وده بيكون على حساب باقي المنتجات. الطريقة التانية وهي حافز الفريق، إن يكون في هدف أو تارجت لفريق البيع وبناء عليه بيتم محاسبة الفريق بشكل جماعي، والحافز هنا بيتقسم على الفريق حسب دور كل واحد فيهم، ونسب التقسيم دي بتكون معروفة ومعلنة من البداية. والميزة هنا إن بيكون في دعم لروح الفريق، وإن بيكون في نوع من الوضوح والشفافية بين أعضاء الفريق لأن كلهم في مركب واحدة. البيع هنا بيزيد لأن أفراد الفريق بتدعم وتساعد وتشجع بعض. عيب حافز الفريق هو إن أحيانا بيكون في شعور بعدم عدالة التوزيع بين أعضاء الفريق، وأحيانا برضه ممكن يكون في حد في الفريق متواكل على زمايله لأنه عارف إنهم مضطرين يشيلوه وإن نصيبه محفوظ في النهاية. آخر حاجة هنتكلم عليها وهي المكافأة الشهرية أو السنوية، وهنا مدير المبيعات بيقيم أداء فرد البيع وبيكافئه بشكل عام عن الفترة دي. الميزة إنك بتقدر تكافئ كل شخص على جهده حتى لو ما نتجش عنه بيع مباشر. أما العيب إن البعض ممكن يشعر إنه اتظلم في التقييم، أو إن أحيانا يكون في تمييز ومحاباة. وكده نكون خلصنا بسرعة وإيجاز شرح أهم الطرق المستخدمة في تقسيم عوائد عمليات البيع. أرجو إن الفيديو يكون قدم أي إفادة. شكرا على المشاهدة، ونتقابل قريب إن شاء الله.